ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا كده، جبت السمك ده من المحل الصيني. تعالوا بقى نعمله مع بعضينا. هو مكتوب عليه ان هو سموكد. طعمه كان حلو بصراحة لما اتعمل، فتعالوا كده نجربه مع بعضينا واقول لكم انا عملته ازاي وكل الخطوات. هتلاقوه في الرانشو وهتلاقوه في فيستا واي محل صيني هتلاقوه فيه. تعالوا كده نفتحه مع بعضينا ونشوف هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين هو مخلي تماما. انا مسكته وحطيت طاسه على النار فيها كميه زيت حلوه وبدات ان انا احمره فيه. انا بحب اعمله بالشكل ده. بعد ما حمرته بالشكل ده على الجنبين طلعته بقى في اي طبق عندنا، وهبدا اعمل الخلطه بتاعته. بحط طحينه عليها شويه من الميه الدافيين وابدا ان انا ادوبهم كده زي ما انتم شايفين. طبعا هزود شويه طحينه كمان. وبعد كده الخلطات اللي بعد كده سهله. بحط ليمون، بحط كمون، بحط كزبره، اقلب كل الكلام ده مع بعضه وخلاص. باخد شويه من الزيت اللي نزلوا احطهم مع الطحينه بتاعتي. امسك بقى السمك اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده احطه على الطحينه واقلبهم بالشكل ده. كده هم جاهزين معايا للاكل. الخطوة دي انا عملتها ليه؟ لان السمك نفسه بيبقى مملح، عامل كده زي الرنجة، بس الرنجة مملحة شوية زيادة عن اللزوم. علشان كده عملت الخلطة اللي بالطحينة دي، وبعد كده حطيت له شوية من زيت الزيتون كده على الوش. وبألف هنا علينا وعليكم.